هعمل لكم النهاردة وراك مشوية بطريقة تحفة، تتبيلة ممتازة بعتمدها كل مرة مع صينية بطاطس ولا أروع، وكمان من غير شواية ومن غير حتى ورق فويل ولا أي حاجة، وأخدت اللون الجميل ده. مستنياكم تجربوا الفيديو بعد الفيديو عشان هتعجبكم جدا. لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي مريت. متنسوش تعملوا اشتراك لو على القناة على اليوتيوب، أو لايك ومتابعة على الصفحة لو على الفيسبوك. ويلا بينا نبدأ وصفتنا. المكونات بتاعه التتبيله هقولها مره واحده وكلها هضربها في الخلاط او الكبه. معايا ليمون وجزر وفلفل اخضر وطماطم وبصل. بالنسبه بقى للبهارات الجافه، معايا ملح، بابريكا مدخنه لو امكن بتدي طعم احلى. معايا كزبره وكمون وجوز الطيب وشويه من بهارات الفراخ، ومستعمله هنا توم باودر، ممكن تستغنوا عنه يبقى توم فريش عادي. تمام. معايا كوبايتين زبادي عشان الكمية تبقى كبيرة شوية. هضرب كله في الكبة، وبحط بقى مع الخلطة دي كمان زيت، شوية زيت صغيرين، وكمان حطيت ورق لورا وحبهان. دي الخلطة اللي بعملها كل مرة. الوراك ديت انا عملتها في محلول نقع، كان فيه شوية مية ساقعة، حبة كتير مش شوية، وعليهم شرايح ليمون وشوية سكر وشوية ملح. بسيبها شوية منقوعة حوالي نص ساعة لساعة، وبعد كده بطلعها وانشفها وابتدي ان انا اخرم الوراك كويس قوي بحيث التتبيله تدخل جواها. ويستحسن بقى لو بيتوا التتبيله دي في الفريزر او في التلاجة قبلها بيوم. بالنسبه للبطاطس، كنت شايله شويه من التتبيله وحطيتها على البطاطس، وبعد كده هرص الفراخ على الصينيه. تقدروا طبعا تحطوا على الصينيه ورق فويل. انا في اليوم ده ما كانش عندي ورق فويل، ورغم كده لما حطيتها في الفرن النتيجه طلعت رهيبه. بتزودوا ميه طبعا في الصينيه، ما تدخلوش الصينيه كده. بزود لحد نص الصينيه ميه، واحطها في الرف اللي في النص في الفرن على درجه حراره عاليه شويه. ممكن في الاخر اهدي شويه لحد ما تاخد اللون ده. لا شغلت لها من الشوايه من فوق ولا المروحه ولا اي حاجه، واخدت اللون الجميل ده عشان التتبيله نفسها لونها حلو قوي. مستنياكم تجربوا الوصفه، واشوفكم في وصفه جديده، وباي باي.